السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. اليوم في إطار سلسلة مخبوزات رمضانية، فيديو الثالث غنشارك معكم فيه خبيزات عامرين بالجبنة البيضاء والشوكولات أو ميني باغيت صغار. العجينة البنات ما كتختلف على العجائن الأخرى غير في القليل من المقادير، ولكن هاد العجين ديال اليوم كتختلف في الطريقة. على بركة الله درت هنا البنات في بول جوج زلايف عامرين ديال الدقيق الأبيض، ضفت لهم زلافه الثالثه، ثم دابا الزلافه الرابعه. ضروري البنات الدقيق ما يتغربل، وغنضيف زلافه مع مراج ديال الفينو. كيف كتشوفوا غنغربل الكل. ضروري البنات من تغربيل الدقيق ملي كيتغربل كيساعد العجين باش الصداقه البنات ما تجيش متقصه. كنحرك المكونات كامله وكنوضع في الوسط حفيره اللي غنوضع فيها معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه والقليل من الحليب الساخن، ماشي البنات حامي او مغلى، يكون غير سخون او دافي. وغنضيف ليه نصف كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. غنضيف القليل عاوتاني من الحليب ونحرك البنات مزيان ونخليهم واحد 5 دقائق باش تفعل لينا الخميره. ضروري البنات هاد التفاعل كيساعد الخبيزات باش كيجيو طالعين وخامرين. بعد ما تفعلات البنات غنضيف بيضه كامله بحراره المطبخ وكيس من السكر فاني. هاد العجينه البنات الا جربتوها غتنفعكم بزاف ان شاء الله في الشهر المبارك. غنضيف القليل من الملح وياغورت طبيعي بدون سكر. اللي ما بغاتش تضيفو ما تضيفوش، هو اختياري، ولكن كيعطي واحد اللذه في العجين. وغنزيدو كيس من الخميره الكيماويه. وهنا المقدار ما قلتش لكم البنات ديال الحليب، عندي نصف لتر ديال الحليب اللي سخنته ماشي غليته البنات. وغادا نضيف المكونات العجانه. هنا عندي 100 غرام ديال الزبده اللي غادي نضيفها في الاخير للعجين، وكنبقى نضيفها البنات بشويه بشويه الحليب. نستمر او نبقى غدا بنفس الطريقه حتى كتجمع ليا العجين. العجينه البنات ما تكونش مرخوفه بزاف. الكميه اللي شاركت معكم كلها قدني فيها نصف لتر ديال الحليب. شوفوا البنات العجين كيف كتجي. وغنضيف في هذا الوقت غنضيف 100 غرام ديال الزبده، ندلكها مزيان حتى ندخلها في العجين. نجمع العجينه البنات في الوسط ديال الاناء بعد ما ندهنه بالزيت، ونغطيه ببلاستيك البنات ومنيديل، ونخليها البنات حتى يتضاعف الحجم ديالو. البنات بعد ما تضاعف الحجم ديالها انتبهوا معايا مزيان البنات وما تمشوا فين، بقاو معايا حتى الاخير لان هاد العجينه راه روعه. شوفوا البنات غنخوي منها الهواء مزيان كيف كتشوفوا، وغادي نرجعها في الوسط وغنرجع ليها البلاستيكه والمنيديل ونخليها تخمر للمره الثانيه. ضروري البنات ما تدوزوا من هاد الخطوات. هنا خمرات البنات للمره الثانيه غنخوي منها عاوتاني الهواء بنفس الطريقه، وغنرجعها البنات للوسط ديال الاناء، وغادي نغطيها بنفس البلاستيك ونفس المنديل ونخليها عاوتاني حتى يتضاعف الحجم ديالها للمره الثالثه. هنا البنات خمرات للمره الثالثه. غادي نرش سطح العمل بالدقيق الابيض وغنوضعها ونطويها من الجوانب بالطريقه اللي كتشوفوا ونقسمها على نصفين. هاد العجينه البنات راه السر ديالها باش يجيوكم الخبيزات مفشفشين قطنيين صوفيين وكيذوبوا البنات في الفم وكيصبروا مده طويله. الطريقه ديال التخمار ديال هاد العجين هي الطريقه اللي شفتوا امامكم. غادي نطلقها بدلاك البنات، راها كتساعدكم البنات، راه كتلعبوا بها كيف ما بغيتوا. شوفوا، ونرش في نفس الوقت نرش بالدقيق باش ما تلصقش ليا في سطح العمل مني نقطعها ويجيني الدوائر يجوني مقادين، ما يجونيش البنات معوجين. صافي وكنقطع بهاد الدائره. السمك البنات يكون غليظ كيف كتشوفوا. وغنجمع هاد البقايا اللي بقات ديال العجين ما ندلكهاش، نجمعها مع بعضياتها ونرجعها للبلاستيك. هنا عندي
شوكولا داك الطويل والجبنه البيضاء. البنات هادو غنعمرهم بالجبنه البيضاء. شوفوا البنات الطريقه، كنوضع كميه قليله في الوسط. الشوكولاط اللي غنخدم به الشوكولاط ديال اللي كنخدموا به البتي بان، ولا عمروا البنات لكم الاختيار. انا هنا الحاجه المهمه في هذا الفيديو هو انني شاركت معكم نوع اخر من العجين والطريقه. اما الحشوه او شكيلات شكلوا البنات كيف ما بغيتوا. كنجمع البنات الدوائر من الجوانب. العجين راه مساعده راسها البنات، كتلصق بوحدها بلا ما ودقيق بلا بيض بلا حتى شي حاجه. كنجمعهم بهذه الطريقه اللي امامكم. شوفوا البنات راه كتاخذ وقت غير في الخميره، اما في باش تبداو تشكلوهم راهم سريعين لواحد الدرجه ما تصوروهاش. شوفوا البنات، وكنبدا نضغط من الفوق بالاصابع ونقلبها. شوفوا البنات هاد الطريقه راه فيت ليا حضرتها معكم في واحد ميني باغيت معمرين بالخضر في رمضان اللي فات. الا رجعتوا البنات للقناه ودرت وتصفحتوا الفيديوهات تقدروا تلقاوهم حتى هما عجين ديالتهم رائعه والطريقه ديالهم بنفس هاد الطريقه. صافي كنشكل النصف الثاني من العجين بنفس الطريقه البنات. السمك يكون غليظ ونقطع دوائر ونجمع العجينه اللي بقات، ما ندلكهاش البنات، نجمعها غير بالايد ونرجعها لانها كترجع تخمر مره اخرى. نوضعها في البلاستيك ونعمر البنات الدوائر بهذا الشوكولاط الطويل. وكتبقى البنات دائما الحشوه حسب الاختيار وعلى حسب اللي موجود. بغيتوا البنات تخليوهم خاويين خليوهم، وان شاء الله من يتوجدوهم ان شاء الله في الفطور عمروهم بالجبن، عمروهم بالخوص، بالفرماج ساندويتش، بالكفته اللي بغيتوا. البنات هاد العجين راه كتستعمل المالح والحلو. صافي كنجمعوه بنفس الطريقه ديال الاولى ديال الجبن وكنقلب، كنجمع ونقرص ونقلبهم. هذيك الطاويه البنات اللي جمعت بها الفوق تكون لتحت. صافي البنات راه ساهلين وراه ما غنعاودش لكم البنات. راه واحد الهشاشه فيهم واحد الرطوبه زوينه، رطبين بزاف البنات هشاش وكيذوبوا في الفم، وحتى المنيضر ديالهم روعه. هاد العجينه البنات غتنفع البنات اللي تيخدموا من المنازل ديالهم، راه زوينه اقتصاديه وكتخرج وصادقه، يعني ناجحه 100%. الا بغيتوا تخدموا على وليداتكم خدموهم البنات، الله يوفقكم. بعد ما كملتم البنات كاملين وضعتهم في اللاطه وغادي نفلحهم بالسكين. ضروري البنات قبل ما يخمروا، لان ملي كتفلحوهم حتى كيخمروا ما كيجيش فيهم واحد الفوق واحد ديكور زوين ديال هاد الخطيطات. بعد ما كيخمروا كيتفرقعوا وكيعطيو منظر اللي هائل. صافي البنات بعد ما شرطتهم بالسكين كاملين كيف ما كتشوفوا غادي نغطيهم حتى يخمروا، وعاد باش ندهنوهم ونطيبوهم. هنا البنات بعد ما الخبيزات ديالنا او ميني باغيت خمروا غادي ناخذ زلافه ندير فيها 2 صفار بيض، قليل من الحليب والقليل من نيسكافيه او عفوا سمحوا لي، او قهوه سريعه الذوبان اللي حركتهم مزيان حتى نسجموا مع بعضياتهم. وغادي ندهن بالطريقه اللي امامكم كاملين. عندي البنات النصف بالجبنه البيضاء والنصف بالشوكولات. بعد ما دهنتهم غادي نزين النصف الاول اللي بالجبنه البيضاء باللوز ايفيلي من الفوق. نتوما زينوا البنات باللي موجود، لكم الاختيار. انا ديما كنقولها ماشي اي حاجه كنحطها ننزلها عفوا في القناه، ضروري خص يكون عندكم المكونات. غتخدموا البنات باللي موجود. والنصف الثاني البنات اللي فيه الحشوه بالشوكولاط زينتهم الفوق غير سنيده. ندخلوهم البنات الفرن ونتلاقاو. البنات الميني باغيت او الخبيزات شوفوا البنات كيفاش جاو بعد ما خرجتهم من الفرن. كتبقى المرحله الاخيره باش غنزينوهم هو سكر كلاصي.
كنرشو من الفوق كيعطيوهم البنات منظر اللي زوين. شوفوا البنات هما سخان البنات باش يشد فيهم السكر ثقيل، وكنبقى غادا بنفس الطريقه. بعد ما ساليت البنات غادي نوضعهم في طبق التقديم. شوفوا البنات كيفاش جاو من الوسط اللي محشوين بالجبن، وشوفوا اللي محشوين بالشوكولا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يروق الاعجاب ديالكم، تجربوا هاد الخبيزات وتسجلوهم باش تحضروهم في رمضان المبارك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الى فيديو قادم مع طبق جديد، والسلام عليكم.